السلام عليكم، انا رحمة ناجي رجعت لكم فيديو جديد. النهارده هعمل معاكم الكحك بقى، وكل سنه وانتم طيبين اللي بيحسسنا اصلا بالعيد. هعمله معاكم بالملبن وساده كمان، وازاي يطلع معاكم دايب دوب وبيتقطم في نفس الوقت، والتسويه بتاعته زي بقى زي القمر كده اهوت، والنقشه عليه باينه خالص. يلا بينا نشوف المقادير. هحتاج اول حاجه كده كيلو من الدقيق منخول، اهم حاجه تاكدوا اللي هو 1000 جرام. واحتجت كمان نص كيلو من السمنه، نصها بلدي ونصها سمنه عاديه. المربعة دي بلدي والتانية دي سمنة عادية. واحتجت كمان سمسم محمص معلقتين كبار، معلقتين كبار من السكر، معلقة كبيرة من الخميرة، ومعلقة ونص كبيرة من اللبن البودرة وده اللي هيديله لون حلو، ومعلقة صغيرة ونص من البيكنج باودر، ما تكتروش بيكنج باودر. واحتجت محلب او ريحة كحك او فانيليا، انا هنا اخترت ريحة الكحك. حطيت على الدقيق كده رشة الملح والبيكنج باودر واللبن البودرة، وقلبتهم سبتهم على جنب. جبت طاسة كده على النار، حطيت فيها نص السمنة البلدي ونص السمنة العادية كده، وحطيتهم على النار. واول ما قدحوا كده شوية معايا حطيت عليهم السمسم. سبت السمسم كده ياخد معايا غلوة على النار. انا هنا السمسم معايا كان محمص قوي، فما حبيتش ان انا احمصه اكتر. حطيت كده الدقيق، عملت فيه حفرة كده، وبعدين نزلت عليهم بقى بالسمنة المقدوحة كده. الفوران ده بيحسسك بسعادة اصلا اول ما تنزل على الدقيق. بعد كده جبت بقى الطاسة اللي انا عملت فيها، حطيت فيها بقية السمنة اللي هي تسيح مع السخونية بتاعة الطاسة. انا مش عايزة هنا كله يبقى مقدوح السمنة بتاعته، عشان خاطر الحمو وتلاقي معدتك بعد كده اول ما تاكلي واحدة تلاقي فيه نار في معدتك. لا، انا دوت هيبقى خفيف جدا، وهتاكلي واحدة واتنين وتلاتة ومش هتيأسي منه خالص. بعد ما ساحت السمنة اللي انا عملتها على البارد، حطيتها عليه وقلبتهم كده وسبتهم على جنب عقبال ما اعمل الخميرة. جبت من تلت كوباية من المية الدافية عليهم الخميرة والسكر، وقلبتهم كويس جدا وسبتهم ربع ساعة عقبال ما بس الكحك. طبعا الخميرة هتستنانا ربع ساعة عقبال ما تفور معانا، واهم حاجة تحطها في حاجة واسعة. وانا هنا كنت ببس الكحك بقى، اهم حاجة في البس بتاع الكحك، لو الكحك ما تبسش حلو واحتاج سمنه معاكي، الكحك معاكي مش هيطلع حلو خالص. اهم حاجه اللي انتوا تبصوه كويس جدا وتفضلوا تدعكوا فيه. انا هنا طريقه البس دي عشان خاطر اوصل السمنه لكل حبه دقيق ولكل حبه اي حاجه انا حطاها جافه اصلا. فانا بحب اللي انا ابسه كده ما بين ايديا، او اللي انا ادعكه كده في البوله بتاعتي. اهم حاجه تبصوه كويس جدا. طبعا انتوا هتحسوا بالفرق دلوقتي، هتحسوا العجينه بصوا بدات تلم معايا وتعجن كده شويه. افضلوا برضو تبصوا فيه. انا هنا نسيت ريحه الكحك، انا حطاها بريحه السمنه البلدي. ممكن تحطوا فانيليا، ممكن تحطوا محلب، ممكن تحطوا اي حاجه بهارات كحك، اي حاجه انتوا عايزينها. وضلت ابس فيه تاني لغايه بصوا ما نعمت معايا ازاي. انا هنا جيت اجرب واحده لقيتها فيها تشققات بسيطه خالص، قلت لا اهبس فيها تاني. فضلت ابس فيها خالص لغايه ما وصلت معايا بالشكل دوت. واول ما جيت اجربها كده لقيت ما فيهاش اي تشققات خالص. قلت خلاص يبقى كده هي مظبوطه، احط بقى الخميره. خلاص حطيت بقى الخميره وهقلب بس، يعني مش هبس خالص. انا مجرد بس اللي انا هخلي العجينة تشرب معايا الخميرة والسكر اللي انا حطيته وبس. يعني مش بتعجنه خالص ولا بتبسه، يا دوبك بتلمه. انا هنا مسرعه الفيديو فتحسوا ان انا بعمل بسرعه او ببس، لا، انا يا دوبك بلم المكونات. هنا هجرب واحده هلاقيها فيها تشققات جامد خالص. بصوا، يبقى هنا كده هي محتاجة سمنة. طالما اتشققت معاكوا كده يبقى هي محتاجة سمنة. انا هنا حطيت 4 معالق سمنة بس الكاميرا ما صورتش. دي اول معلقة، وحطيت 4 معالق كمان لغاية ما هتوصل معايا بالشكل اللي انتوا هتشوفوه دلوقتي، اللي هي ما فيهاش اي تشققات خالص. طبعا على حسب نوع الدقيق بتاعكم، ممكن تحتاج اكتر ممكن تحتاج اقل. انتوا تفضلوا تحطوا سمنة لغاية ما توصل معاكم ما فيهاش اي تشققات زي ما انتوا شفتوا كده. غلطتها كده اهوت، وسبتها ترتاح حوالي 4 دقايق كده، ما بسيبهاش تخمر خالص لغايه ما اجهز الصاجات بقى معايا والمناقيش وبصمات زي ما انتوا حابين. جبت كده صواني ألمونيا، واهم حاجه تكون ألمونيا عشان خاطر التسويه بتاعتها تطلع كويسه. وكورت كده الكحك على 30 جرام كده، ممكن بالنظر، بس اهم حاجه تكون الحبه صغيره كده قد حبه الليمونه كده. وبصمتها في الصينيه زي ما انتم شايفين. وده اللي بالملبل، جبت الملبل حطيت عليه معلقه كده كبيره من السمنه وعجنته كويس وكورته زي ما انتم شايفين كده. وبعد كده بمسك العجينه افرخها زي ما انتم شايفين كده، واحط فيها الملبل وافضل ابرم فيها. الحركه اللي انا افرغ العجينه ديت بالطريقه دي بتخلي كل الكحك فيه ملبل من كل حته. اهم حاجه بقى تسويه الكحك على الشبكه في الرف الاوسط. الساده بياخد معايا درجه حراره 180، والمحشي بياخد معايا درجة حرارة
الحرارة 160. اهم حاجة تظبطوا الحرارة، لان لو انتوا عليتوا الحرارة على الملبن هيشد معاكم ومش هيعجبكم خالص. هنا بقى ده السادة، بص التسوية بتاعته قمر جدا، بيتقطم معايا وفي نفس الوقت دايب دوب. انا مش قادرة اوصف لكم طعمه عامل ازاي، طعمه في منتهى الجمال. انا اتأخرت عليكم في الفيديو، بس بجد الكحك دوت هتدمنوه، هتعملوه على طول بالطريقة دي. جبته كده بعد ما برد تماما، بحطه كده بقى في طبق التقديم وارصصه زي ما انتوا شايفين كده، واحط عليه سكر بودرة. انا هنا بحب السكر بودرة عليه كتير، فتحسوا ان انا حاطه كتير قوي سكر بودرة، بس انا بحب الكحكايه تبقى مليانه سكر. بعد كده بص بقى دوت الساده، كان طعمه في منتهى الجمال، النقشه مظبوطه جدا، بصوا بيتقطن معايا ازاي ونفس الوقت دايب دوب. ان شاء الله تعملوه وهتدمنوه. وكمان الملبن هوريهولكوا، اهم حاجه متعلوش التسويه على اللي بالملبن عشان ما يشدش معاكوا ويبقى طعمه مش حلو. هنا بصوا الملبن متوزع معايا في كل حته. ان شاء الله هجيلكوا فيديوهات تانية جديده، وكل المكونات تحت هكتبها لكم في الديسكريبشن بوكس. واشوفكم المره الجايه على خير يا رب، وبالف هنا، وكل سنه وانتم طيبين، وعيد سعيد علينا وعليكم يا رب.